سلام البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير وكامل مهنيين في حياتكم وانتم تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم فكرة جديدة اول مرة نشاركها في قناتي. حبيت نعالج موضوع اللي هو موضوع الكريمة السائلة اللي راهي مفقودة واللي راهي مقطوعة اللي راهي غالية. ماشي كامل الناس يقدروا يشروها. حبيت نشارك معكم وصفة كيك كامل من الحشو للتزيين بلا ما نستعملوا الكريمة السائلة لا تاع الجزائر ولا تاع لامبورطاسيون. ان شاء الله يعجبكم الكيك، ان شاء الله يعجبكم محتوى الفيديو، وان شاء الله ياخذ حقه لانه تعبت في تصويره وفي تطبيق هذه الفكرة. نبداو بسم الله. اول حاجة راح نبداو بها هي الكراميل بيغسالي اللي راح نديروه بالحليب. هنا نخلي لكم هنا في الشاشة كامل المقادير مكتوبين. اول حاجة سخنت الحليب، من بعد جبت كسرونة واحدة اخرى درت فيها مغرف صغيرة تاع الجلوكوز، من بعد هذاك الجلوكوز نزيدوا له السكر بالتدريج. كمية السكر نقسموها على 2، نديروا الكمية الاولى كي تبدا تذوب لنا هذيك الكمية، نزيدوا لها الكمية الثانية من السكر. كما راكم تشوفوا الجلوكوز مع السكر نديروهم على نار قليلة ونعسوهم. الكراميل بزاف سنسيبل، يعني يعسوه كي تكونوا تخدموا فيه. هنا كي يبدا يذوب لنا كيما راكم تشوفوا يذوب الجلوكوز ويبدا السكر ثاني يذوب، نزيدوا الكميه الثانيه تاع السكر ونحركوه بملعقه خشبيه ولا كوردون ولا اي حاجه تساعدكم. شوفوا هنا بدا يذوب بشويه، بقاو عاسينو على نار قليله حتى يذوب لنا كامل هذاك السكر ويولي كراميل. وثاني عسوه ما تخليوش اللون تاع الكراميل يغمق بزاف باش ما يجيكمش فيه لاغيغو تاع الحروقيه. من بعد هنا بدلت هذاك الكوردون بالاسباتول وبديت نزيد لها الحليب. ما جا يذوب لي الكراميل كان هذاك الحليب برد، تما تحجر لي شويه هذاك السكر، ماشي تحجر شغل تلايم كما راكم تشوفوا في الفيديو. اضطريت اني نقص له بزاف النار ونبقى نحرك فيه نساعف فيه بشويه حتى يعاود يذوب هذاك الكراميل. كما راكم تشوفون بقيت نحرك فيه حتى ذاب. انتوما اذا عندكم فرن واحد اخر في نفس الوقت سخنوا الحليب باه ديروه سخون باش ما يصراش هذاك الشوك تيرميك، باش السكر تاعكم ما يتلايمش وما يتحجرش. هنا الكراميل شوفوا بعد ما ذاب كامل بقات لي غير تاع دوك الذوب. وشوفوا كيفاه ثقال هذاك الصوص. انا عطيت لكم كميه قليله قسمه تكفيكم الكيك تاع 15 سنتيم، حبيتوا تضاعفوا الكميه انتم احرار. هنا نحيت هذاك الكراميل من فوق النار حتى ذاب كامل، زدت له كميه الزبده خلطتها في نفس الوقت. هنا راح نزيد نكهه الكراميل باش نزيد نعزز الذوق اكثر. استعملت هذه لا مارك دو كريم باتاغون بذوق الكراميل، صراحة ذوقها رهيب. نتمنى انكم تجربوها، ماكمش راح تندموا عليها. هذه الماركة عندهم بزاف حاجات، وصراحة راني من بعد البخاليني والكروكو يعني بديت ننبهر بالاذواق اللي عندهم، مع العلم انه اسعارهم جدا مناسبة. من بعد درت الفلور دو سيل، تقدروا تعوضوها بالملح عادي اذا ما هيش متوفرة، ونخلطوه هذاك الكراميل. من بعد نحوله في اناء ثاني باش نميكسيه بالميكسر باش يجي متجانس اكثر. شوفوا هو راهو متجانس الخليط، شوفوا كيفاه من نزيدوا له حنا بالميكسر باش يجي معلك اكثر. وهذاك الجلوكوز اللي درناه في الاول هذيك المغرف صغيره تقدروا تستغناو عليها، مي اذا درتوها الكراميل تاعكم يجي يتعلك. دوك تشوفوا كي تبداو ديروا هكا، ندير لكم هكا بالمغرف تشوفوا القوام تاعو كيفاش يجي. انا ميكسيه بالميكسر كما راكم تشوفوا، درت لكم كميه قليله فقط باش تشوفوا الوصفه، وثاني باش تعرفوا الكميه اللي تكفيكم للكيك واحد. شوفوا قوامه يهبل ما شاء الله، اون ديغي با مخدوم بالحليب. وما تخافوش يعني ما تقولوش يفسد ولا الحليب سيبون راهو طايب، ما تخافوش منه يفسد لكم الكراميل، يشد لكم حتى 10 ايام في الفريجيدر بلا ما تخافوا منه. نفس الكسرونه اللي كنت درت فيها الكراميل درت فيها السيغو اللي نشرب به لاجينواز باش تجيني فيها الكو تاع الكراميل. درت عندي كل كاس تاع السكر يقابلوا 3 كيسان تاع الماء. انا درت الكميه اللي تكفيني باش نشرب بها الكيك تاعي، وقلت لكم درتها في نفس الكسرونه تاع الكراميل باش يجي فيها الكو تاع الكراميل.
وباه ما نغسلش الماء يعني بيني وبينكم. المهم كي بدا يغلي نحسب له 10 دقائق ونطفي عليه. نروحو دوكا نخدمو كريمه البندق. هاد الكريمه ولا هاد الكاناش راح نتهبلو عليه. درنا كميه الحليب، زدنا له كميه شوكولا، اما تقولوا ليش مكلف، دبروا راسكم، حبيتوا حاجه بنينه تبعوني. درنا الحليب والشوكولا، نخليهم يذوبوا مع بعض. هنا عندي 50 غرام برك تاع نوازات، ماشي حاجه، غير كمشه تاع نوازات راح تخدم لنا يعني كميه لاباس بها. كنت راح نميكسيهم، بعدا شفت باللي شوكولا سونسيبل، قلت لا خلي ندوب الشوكولا تاعي مع الحليب، نخليهم بجيهم بعد نرجع للنوازات. هنا تقدروا ديروها اذا كانت كميه كبيره ديروها في الروبو تترحى حتى تولي لكم امبات. انا كوم الكميه قليله قلت نديرها هكا بالميكسور، وثاني باش تشوفوا القوام في الروبو ما تقدروش تشوفوه. شوفوا كي تولي لكم امبات كيما هكا، ديجا هذاك النوازات كي ديروه وهو سخون ترحيوه يطلق الزيت تاعو يولي عجينه. هذيك العجينه دوكا نولي نزيد لها هذيك الشوكولا اللي كنت ذوبتها، شوكولا مع الحليب، نخلطهم كيما راكم تشوفوا، نزيد بشويه وراني نميكسي في نفس الوقت بالميكسور. شوفوا البنه هذا الكاناش بزاف بنين، ولا هاد لاصوص بزاف بنينه. يعني تقدروا ديروا تحشيو بها لي ماكارون، تقدروا ديروا بها بزاف حاجات. ومدة صلاحيتها تقدروا ما تحشيو بها لي سابلي بريستيج، هذوك لي غاتو بريستيج اللي تجي فيهم شوكولا وكامل، تقدروا تستعملوا هاد الكريمه في الحشو، وتقدروا تبدلوا نوازات بالبيستاش باللوز كيما حبيتوا. نخلطها مع هذيك هنا باسكو الاناء ما ساعدنيش، الكاس هذاك ما ساعدنيش، نخلطها كيما راكم تشوفوا كيفاه جات. شوفوا قوامها. هنا راح نزيد نعزز نكهه البندق ونستعمل لاباتاغون تاع النوازات. هذه تقدروا تستغناو عليها لانه ديجا احنا استعملنا النوازات، شوفوا هاد لاباتاغون ديجا يجوا فيها حبيبات من النوازات، يعني راح ندير كميه يعني مغرف صغيره باش نزيد نعزز ذوق البندق حتى لونها يزيد يغمق شويه وذوقها رهيب. نتمنى انكم تجربوها، وعلى بالي ماكمش رايحين تندموا. حتى قوام الكراميل الكريم هذا، الكريمه ولا الصوص بزاف هايل. ومن بعد زيد تحكم روحها لانه فيها شوكولا. هنا زدت شويه من نكهه البندق ونخليها بجيه في اناء ثاني، نخليوها حتى تبرد. وقلت لكم تقدروا تحشيو بها الماكارون تجي بزاف بنينه، تستعملوها في لي فيغين ولا يعني تقدروا ديروا بها بزاف حاجات. شوفوا لمعتها. هنا نفرغوها في اناء ونخليوها حتى نستعملوها وقت الحشو. شوفوا انا ندير في المونتاج تشاهدها بزاف بنينه تهبل. نروحوا دوكا لكريمه الحشو. دائما ندير لكم غاناش مونتي. اليوم راح نخدموا بالشونتيي، بصح ما نخدموش بالشونتيي هكاك وحدها. دوك تشوفوا كيفاه نديروها. نديروا السكر والماء فوق النار، نخليوهم على نار قليله. عندنا ريسيبيون نديروا فيه رشه ملح و3 صفار بيض. ما تخافوش تقولوا لي الكريمه فيها البيض، في البيض راح نعقموه، ما تخافوش من الوصفه. هذه الوصفه نفسها اللي درت لكم بها لي ترونش تاع تيراميسو، ودرت بها في اليوتيوب في الانستغرام تيراميسو. برك هنا راح نستعملوا لا شونتيي في بلاصه الكريمه السائله، وراح نستعملوا البتي سويس في بلاصه الماسكربون. عندنا هنايا قلنا 3 صفار بيض. كي يبدا الخليط تاعي يلحق 100 درجه نبداو نضربوا هذاك الصفار. من بعد الخليط السائل هذاك السيغو كي يلحق 118 حتى 120 درجه نزيدوا لهذاك صفار البيض ونبقى نضرب فيه حتى يطلع ويولي لونه فاتح. هنا زدت لافاني. هاد لافاني راني غير نستحفظ عليها باسكو راهي قريب تخلص لي. درت شويه تاع لافاني باش نحيو الكو تاع البيض، ونكمل نضرب بالباتور. هذا الخليط الاول. ما تخافوش البنات تقولوا ليش البيض والوصفه فيها البيض، ما تخافوش منها، ما يجيش فيها الذوق تاع البيض، وما تخافوش من البيض لانه معقم.
هنا عندنا لا شونتيي، تحبوا تستعملوا كاس كبير ولا انا استعملت القبلي، درت كاس ونص تاع شونتيي مع كاس ونص تاع الماء، ضربتهم مليح بالباتور حتى طلعت لي هذيك لا شونتيي. هنا الماركه والنوعيه استعملوا على حسب نتوما والنوعيه اللي تفضلوها. ضربتها حتى طلعت لي هذيك لا شونتيي. هنا كي نزيدوا لها هاد البتي سويس عندنا نورمالمون الكريمه نديرها بالماسكربون، كي ماهوش متوفر عندي الماسكربون بدلتها بهاد البتي سويس. راح نديرو زوج باطات، كل باطه فيها 90 غرام، تما راح نديرو زوج باطات ونص تاع البتي سويس ولا الجبن الطبيعي، مش الجبن الطبيعي، الجبن الطازج. زوج باطات ونص تاع البتي سويس ونضربهم بالباتور. ديجا كي تبداو تضربوا في هذيك لا شونتيي تحسوها باللي زادت ثقالت وراح يتغير ذوقها تماما، راح تروح هذيك الحلاوه الزايده تاع الشونتيي اللي كي ديريها في الكيك، شغل تحسي باللي حلوه بزاف حتى ما تقدريش تاكليها. هنا شفتوا قوام الكريمه كيفاه راهو. دوكا نبداو نخلطوا هذيك لا شونتيي مع هذاك الخليط تاع صفار البيض اللي كنت درته، نخلطهم مع بعض كيما راكم تشوفوا. وما تخافوش من القوام تقولوا خفيف ولا يطيح لنا، ولا ما تخافوش منه. الكيك كي يبرد راح يحكم روحه، حتى لا كريم تحكم روحها. هنا دوكا راح نقسمها على 2، راح ندير النصف الاول بذوق الكراميل والنصف الثاني بذوق البندق. درت شويه من هذاك صوص الكراميل اللي خدمته في الاول وزدت لها نكهه ولا لا باتاغون تاع الكراميل تاع لا مارك دو كريم، واستعملت للكريمه الجزء الثاني استعملت هذه كريمه البندق اللي كنا خدمناها مع بعض، ونزيد لها لا باتاغون تاع البندق من لا مارك دو كريم. نخلطهم كما راكم تشوفوا. وهنا نكونوا وجدنا كريمه الحشو. نبداو في المونتاج. هنا عندي لا جينواز درتها بذوق البندق، طيبتها مقبل وخليتها بردت في مول قطره 15 سنتيم، في سيرسو القطر تاعو 15 سنتيم. كنت طيبت فيه هذه لا جينواز ودرت فيها 6 حبات بيض. نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف. هذا السيرو اللي كنت قلت لكم درته بذوق الكراميل. عندنا هنا المونتاج نديروه في السيرسو كيما العاده. وهنا عندنا مرحله المونتاج سهله وبسيطه. عندنا الجزء الاول كي نديروا الكريمه بذوق البندق نديروا فوقها كريمه البندق، كي نديروا الكريمه بذوق الكراميل نديروا فوقها الصوص الكراميل اللي خدمناه مع بعض. فوق الكراميل زدت المكسرات كما راكم تشوفوا، درت الكريمه بذوق الكراميل، درت فوقها طبقه من صوص الكراميل وغلقت هذاك الصوص، ما خليتوش وحده باش ما يخرجليش من الكيك، غطيته كامل. ومن بعد زدت شويه مكسرات كنت حمصتهم، كاجو بندق جوز، خلطهم مع بعض وحمصتهم. من بعد درت طبقه من الجينواز اللي كنت شربتها ديجا من قبل، درت طبقه من الكريمه بذوق البندق ودرت فوقها هذيك كريمه البندق. شوفوا كي بردت وحكمت روحها، راح تجي طبقه رهيبه في الكيك. يعني هذه ننصحكم انكم تجربوها بزاف، تجي بنينه. ونكمل بنفس الطريقة، طبقة جينواز فوقها صوص الكراميل والكريمة بذوق الكراميل والمكسرات، والطبقة الأخيرة كنت درت فيها كريمة البندق. المونتاج سهل وبسيط. نخليوه في المجمد ليلة أو في الفريجيدر في الثلاجة عادي ليلة كاملة يبرد مليح الكيك، باش نتفاداو انه يميل لنا ولا الصوص تاع الكراميل تخرج لنا. يعني من الأحسن نعطيو له وقته يبرد فيه. خليوه ليلة كاملة. وانتم على حساب تحبوا تخلوه في المجمد ولا في الثلاجة عادي. اخر طبقة نشربوها لا جينواز للداخل ونزيدو نشربوها للبرا. والكميات اللي كنت شاركتهم معاكم يكفيوكم لحشو كيك قطر تاعو 15 سنتيم. اخر طبقة نزيدو نشربوها ثاني بالسيغو. حتى السيغو كان الكمية اللي مديتها لكم تقريبا حساب، تبقى لكم منها غير شوية.
من بعد ما خلينا الكيك تاعنا ليلة كاملة، غدوة من هذاك رحت نوجد كريمة الزبدة. راح نشارككم كريمة سهلة وبسيطة وناجحة، بما انه البنات راهم يقولوا لي كريمة الزبدة السويسية ما راهيش تنجح لنا. جربوا هذه الوصفة على ضمانتي، ومستحيل ما هيش راح تنجح لكم. عندنا السكر، سكر عادي خلطته مع الفارينة، درت لهم رشة تاع الملح، راح نزيد لهم الحليب هو الراعي الرسمي للفيديو تاعنا نهار اليوم. الحليب نزيدوه بشويه ونخلطوه باش ما تتكتلناش هذيك الفارينه. نخلطوهم كما شفتوا ونحطوهم فوق النار. نحطوهم فوق النار على نار قليله، ونبقاو نحركوا حتى يثقل الخليط تاعنا. بعد ما يثقل الخليط تاعنا اللي كنا وجدناه، نغطيوه. قبل ما نغطيوه نطفيو عليه ونديروا له لافاني. الفانيليا استعملوا النوعيه اللي عجبتكم واللي تحبوها. انا استعملت هذه فروبيل. نحط نقطات من الفانيليا ونحرك الخليط تاعي ونغطيه ببابي فيلم ونديره في الفريجيدار ولا في المجمد على حساب الوقت اللي عندكم. خليوه يبرد مدة 20 دقيقة، نص ساعة تلقاوه برد الخليط هذا. شوفوا قوامه كيفاش يجي، هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. نغطيو الخليط تاعنا ونديروه يبرد. في الوقت اللي يكون هذا الخليط يبرد نروحوا نضربوا الزبدة تاعنا. الزبدة نستعملوا زبدة حيوانية ماشي زبدة نباتية، لأنه الزبدة النباتية تعتبر مرقرين ماشي زبدة. يعني في ذوقها في الكريمات ما يجيش بنين. دائما البنات يقولوا لي خدمنا بستاغ، خدمنا بفلوريال، وجانا فيها القو تاع الزبده، لانه استعملته مارغرين ما استعملتوش زبده. وراني دايرت لكم فيديو في الانستغرام الفرق بين الزبده والمارغرين. الزبده اللي نستعملوها في الكيك ولا في الكريمات تكون من اصل حيواني ماشي نباتي. اللي يكون اصلها نباتي نستعملوها في البسكوي، نستعملوها في لي سابلي، في لي غاتو، بصح ما نستعملوهاش في الكريمات لانه ذوقها ما يجيش كامل بنين. حتى الاوبلين ماشي بنينه، يعني الاوبلين تعتبر مارغرين ماشي زبده. هنا ضربت الزبده كما شفتوا حتى ولا لونها ابيض، ضربتها مليح بالكا حتى ولا لونها ابيض. من بعد الخليط تاعي بعد ما برد بديت نزيد فيه بشويه ونضرب في نفس الوقت. هنا راني نضرب بشويه ومن بعد نزيد الخليط هذاك. هنا الكريمه راهي يعني مدروسه حلاوتها وكل شيء. برك تفادوا انكم تستعملوا المارغرين باش ما تقولوليش ما جاتناش بنينه، لانه بالزبده والله غير ذوقها رهيب صراحه. وتجي خفيفه، قوامها يصلح للتغليف. هنا راح لي المقطع اللي وريت لكم فيه القوام. كنت درت اللون الازرق، درجة اللون صراحة راني نحوس عليها شوية سبيسيال. دوك تشوفوا درت هذا الملون فريكتا. هذوما لي كولورون انتونس، يصلحوا للشوكولا، يصلحوا لكريمة الزبدة، يصلحوا للغاناج، يصلحوا لعجينة السكر، لانه اللون تاعهم يذوب ما يبقاش محبحب، يعني ما فيهش الحبيبات يجي رطب بزاف. هنا درجة اللون حسيتها ما زالت ناقصة شوية، حبيتها اغمق من هكا، حبيتها رايحة للفيغ كما شفتوا. راح نستعمل هذاك ورق السكر، فراح نزيد لها شوية من الملون الاخضر مع هذاك اللون الازرق باش نتحصل على لا كولور بلو فيغ. ونفس الماركة اللي استعملتها فريكتا انتونس. راح نخلي لكم الصورة واضحة للملونات هذو، وهما اللي نخدم بهم لي ماكارون. في اغلب الاحيان نخدم بهذه الماركة. بديت بالتغليف بعد ما تحصلت على الدرجة المناسبة. شوفوا طبقات الكيك كيفاه راهي تبان تشهي، وكريمة البندق كيفاه راهي تبان. حطيت كيما موالفين بلا بوش الطبقة الاولى من الكريمة من الفوق. سويتها وشوفوا كيفاه قوامها يصلح للتغليف، يعني وصفة سهلة وقوامها خفيف وحتى ذوقها خفيف. هنا راح نغلف طبقة خفيفة من الكريمة
من بعد نحط الملفوق هذاك ورق السكر. دوك تشوفوا المراحل مع بعض. غطيت الطبقة الأولى طبقة خفيفة باش ما نكثروش كريمة، يعني ما تاكلناش بزاف الزبدة. جبت هذا ورق السكر، كاينين بزاف صفحات يخدموه، كتبوا امبريسيون اليمونتير ولا يخرجوا لكم لي باج اللي يخدموا الطباعة على ورق السكر. هذا ماشي الويفر بيبر، هذا يعني ورق من عجينة السكر ويطبعوا عليه. حتى كاين محلات يخدموا هذا الورق، تطبعوا اللون والشكل اللي حبيتوه. انا كان عندي هذا الورق، بصراحة خرجني يعني من الغلبة، باسكو كنت حايرة تم اللي نديرو. ان شاء الله الموديل يعجبكم. حطيت فقط النصف الاول من الورق، والنصف الثاني ولا التحتاني راح نكملو بالكريمة. هنا راح نديرها بطريقة يعني مموجة ونغلف كيما راكم تشوفوا، باش ما يبانش بلي راني مغلفة غير النص. وشوفوا الكريمة شحال سلسة وشحال سهلة، ويعني بزاف بنينة، ما كاش فرق كبير بينها وبين كريمة الزبدة السويسرية. نكمل نليسي الكيك تاعي، ومن الفوق احصلت يعني نحيت الغلبة ومن بعد زدت غلبة واحدة اخرى على روحي. ما عرفتش كيفاه نديكوريه. ان شاء الله تعجبكم الحاجه اللي درتها. درت الشيء المتوفر. كنت درت لكم في لي ستوري بلي ما عندي والو للتزيين، انقذوني. ومن بعدها لقيت عندي هاد الوردات من الدوره اللي كانوا خدموهم البنات. عندي حبات ماكارون في الكونجيلاتور باللون الابيض، جبتهم درت لهم الناكري دوغي. وهذا هو الكيك. كي جيت نصور هنايا حسيته فارغ، على غزت له ورق الذهب كما راكم تشوفوا، درت له حبه ماكارون من تحت. وغدوة من ذاك نهاية دورة الحلويات اللي كانت بتاريخ 13 14 15 نوفمبر. شوفوا النتيجة تاع الحلوى. التام كان أزرق، كامل الحلويات كانوا بتدرجات هذا اللون. كانت دورة ناجحة والحمد لله يا ربي. حتى الحلويات كانوا ما شاء الله كما راكم تشوفوا. كان هذا العمل كله من يد ومن خدمة المتربصات اللي كانوا منوريني. شوفوا واش خدموا واش وجدوا، كلش ما شاء الله. بقات لنا دورة واحدة لهذا العام اللي راح تكون بتاريخ 28 29 30 نوفمبر إن شاء الله. عندنا دورة المملحات راح تكون بتاريخ 25 26 اللي راح تكون من ايد شيف تالا غورمانديز. راح تكون اللي متابعيني في الانستغرام يكونوا على بالهم بالتشكيلة تاع المملحات اللي راح تكون في هذه الدورة. اللي حبوا يسجلوا في اي دورة من الدورات يتابعوني على الانستغرام ولا يتصلوا بيا على رقم الهاتف. شوفوا نتيجة الدورة، يعني والله غير كي نشوف هذه النتيجة يروح لي كامل التعب. ان شاء الله ربي يوفقهم، ان شاء الله نكون فال خير عليهم، ونخليكم تسمعوا زغروتتهم ونعاود نولي لكم. وهذه هي وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم. شوفوا الكيك بعد ما قسمناه كيفاه جا، ما شاء الله بزاف بنين. ان شاء الله تجربوا وصفة من الوصفات اللي شاركتها معاكم، لانه ما كمش رايحين تندموا صراحة. بصحة متربصاتي وبصحتكم نتوما ثاني كي شفتوا الفيديو حتى لافان. نقولكم تهلاو في روحتكم وتهلاو فيا بجام وكومنتير وتشجيع وبارطاج وكامل الحاجات اللي تقدروا ديروهم باش تشجعوني. ديروهم بلا ما تتردوا، لانه نستاهل. هذه انا نقولكم تهلاو في روحتكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة. نسيت ختمت الفيديو قبل ما نحيي متربصاتي، زهية وتاتا سامية وتاتا نشيدة وبنتها هبة وليلى وإشراق وكتيبة وأحلام. شكرا على ثقتكم، وإن شاء الله نكون فيها الخير عليكم، وإن شاء الله ربي ينجحكم، وإن شاء الله توصلوا لوين راكم متمنيين، وإن شاء الله تتوفقوا في هذا المجال. مع السلامة.